كذبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم من خلال بلاغ لها ردا على مقال بصحيفتها الإسبانية زعم أن اللاعب لامين يامال تعرض ويتعرض للضغط من طرفي المغرب ماليا لاستمالته لتغيير جنسيته الرياضية وتمثيل المغرب عوض إسبانيا. وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المقال لا يستند لأي دليل، خاصة وأنها احترمت خيارات لاعبين آخرين لهم جنسية مغربية في اللعب مع منتخبات أخرى رغم محاولة استقطابهم بطرق قانونية ومشروعة من خلال تقديم مشاريع مستقبلية وأهداف تحددها الإدارات التقنية للمنتخبات الوطنية. وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن على مغادرة يامال معسكر لارونا بعدما تأكد للطاقم الطبي للمنتخب الإسباني عدم قدرته على المشاركة في مباراتي اسكتلندا والنرويج في تصفيات كأس أوروبا بسبب الإصابة.